السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فريق الرجاء البيضاوي كينهي المقابلة ديالو أمام شباب بلوزداد برسم الجولة الأولى من البطولة العربية، وفاز فريق الرجاء البيضاوي بهدفين لهدف واحد. دابا غنحطو التشكيلة باش نديرو لها واحد التحليل خفيف. في حراسة المرمى أنس الزنيشي، الرجل القيادي لفريق الرجاء البيضاوي اللي كيعطي امان في حراسة المرمى. في المدافع الاوسطين دخل اسماعيل بالمقدم، وكذلك بالجانب ديالو مشعب العراسي. كظاهر ايسر دخل محمود بن تشيك. ظهير ايمن البداوي. مدافع اوسط اهولو اللي كتعتبر من ركائز فريق الرجاء البيضاوي في وسط الميدان. كذلك دخل بالجانب ديالو زكريا الوردي، ودخل كذلك في الوسط الميدان محمد المقعاصي. في الأجنحة دخل يسري بوزوق، ودخل كذلك محمد زريدة. في المهاجم دخل اكسيل ماي اللي ما قدمش الاضافه وما قدرش يجاري المقابله. صراحه المهاجم اكسيل ماي ما يستحقش يحمل قميص الرجاء البيضاوي. فقد التنافسيه ديالو اللي كانت عنده في فريق اتحاد طنجة، كنشوفوا بانه ما قادرش يجري في الملعب. لهذا قام المدرب في الدقيقة أما أظن الدقيقة 40 قام بتغيير إخراج أكسيل مايي وإدخال نوفل الزرهوني. مورا ما دخل نوفل الزرهوني عطى إضافة كبيرة لفريق الرجاء البيضاوي، وكما شفنا في الشوط الثاني راه كان نجاح هجومية، وكان اللاعب نوفل الزروني خطير في المراوغات ديالو، كان كيقصد المهاجمين وكيراوغ. ندوزو بالنسبه لمحمد زريده كما كنعرفوا راه هو لاعب كبير، لاعب اللي كيعطي كل ما عنده في الملعب، كما كنقولوا لاعب عطاش كيتقاتل معك في وسط التيران، يقدر يدير ادوار دفاعيه ادوار هجوميه، اي حاجه طلب شيها منه كيقضي لك في التيران، كما كنقولوا بوماده الصفراء. المقعازي كما كنعرفوا مقعازي راه هو اللاعب المحوري في وسط الميدان اللي كيخرج كره، كيلعب كره جميله، كيلعب كره سهله. الوردي راه كما كتشوفوا الوردي راه ما رجعش للمستوى المعهود ديالو اللي كان مع الرجاء البيضاوي. هو اصلا كتنقصوا بعض المميزات خصها تكون فيه، هو التسديد على المرمى، فيزيك مضعف، ولكن تقنيا لاعب كبير شويه. روجي اولو كما قلنا راه كيبقى من الركائز الاساسيه لفريق الرجاء البيضاوي، لاعب استرجاعي بمقومات كبيره، لاعب بنتيك، لاعب ظاهر عنده رئتين، يقوم بادوار هجوميه كبيره، صراحه يستحق الرسميه في فريق الرجاء البيضاوي. اللاعب العراسي الشاب الطموح الذي ابان عن علو كعبه، ينتظر مستقبل كبير مع الرجاء البيضاوي. بالمقدم يقدم اداء كبير مع فريق الرجاء البيضاوي ويستحق كذلك الرسميه. بدوي كما كنعرفوا لاعب تقني، لاعب مهاري، لاعب كما كنقولوا عنده اللمسه الرجاويه، هو ابن رفع الرجاء البيضاوي. اما حراسه المرمى فلا نتكلم على انس الزنيشي، فانه حارس كبير والكل يعرف قدراته. ندوزو المجمل المقابله. كانت الاطوار المقابله بدايه متاثره لفريق الرجاء البيضاوي. من بعد الهدف فريق الرجاء البيضاوي دخل في المقابله، ومن بعد تسجيل الهدف الاول اصبح فريق الرجاء البيضاوي كيحتكر الكره ومتحكم في زمام المباراة،
الشوط الثاني كان شوط رجاوي. اللياقه البدنيه، اول حاجه نهضروا على اللياقه البدنيه، اللي صراحه اللياقه البدنيه مع الاطر الالمانيه اللي كتقود فرق الرجاء البيضاوي في التدريب صراحه. تحسن كبير في اللياقه البدنيه كما شفتوا راه في الدقائق الاخيره من المقابله، راه فرق الرجاء البيضاوي هو اللي بقى حاكم في الملعب، بقى متحكم في زمام المقابله الى اخر الدقائق وتأتى الهدف، وكانوا هجمات كثيره في اخر الدقائق. الفرق شباب بلوزداد خانتوا اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه كانت من الاسباب اللي خلات الفريق الرجاء البيضاوي يخرج منتصر في هذه المقابله. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين، تفعلوا زر الجرس باش ديما يوصلكم جديد، وتهلاو لي في راسكم.